في ليالي بتبدأ كأنها مغامرة مليانة بالروقان والجرأة بتاعت سن العشرين، ليالي بتوعد بحكاية تتحكى تاني يوم. لكن ساعات الحكايات دي بتتحول لكابوس، بتتحول للغز ما بيسيبش وراه غير أسئلة. وقصة صوفيا ماكينة بتبدأ بالظبط بالشكل ده، حركة غريبة وصورة فيها استهزاء منشورة على السوشيال ميديا وبعدين ولا حاجة. القضية اللي بنتكلم عنها النهاردة مختلفة عن المعتاد. دي قصة مأساة اتحولت بسرعة جدا لدوامة من النظريات والتكهنات والاتهامات اللي ملهاش أساس واللي فضلت مولعة النت لسنين. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هتكون شيقة ومليانة بالنظريات وهتكون طويلة شوية، اتمنى انها تعجبكم ويلا بينا نبدأها. فقضية النهاردة احنا موجودين في كونتيكت. في مايو 2018 كانت عايشة صوفيا ميشيل ماكينة اللي عندها 21 سنة. صوفيا اتولدت سنة 1996 في قرية صغيرة جنب جروتن من أب وأم اسمهم جيف وميشيل. وقت ولادتها عيلة ماكينة كان عندهم ابن تاني اسمه جاستن، واللي كان دايما أخ بيحمي صوفيا جدا. أهلها بيوصفوها بأنها كانت طفلة لطيفة وطيبة، لكن في نفس الوقت كانت مغامرة جدا. والدتها في واحدة من المقابلات اللي عملتها وصفتها بأنها بنت متوحشة. صوفيا وهي صغيرة كانت عايشة حياتها على أكمل وجه من غير ما تحرم نفسها من أي حاجة. كانت شخص مباشر جدا، بتقول دايما الكلام زي ما هو أو على الأقل زي ما بتفكر فيه من غير ما تحاول تجمل أي حاجة. الموضوع ده أحيانا كان بيعملها مشاكل لأن البعض كان بيشوفها قليلة الذوق. لما صوفيا كانت لسه صغيرة شوية أهلها قرروا إنهم يتطلقوا، ودي حاجة كان ليها تأثير عميق على الولدين خصوصا عليها هي. البنت في الحقيقة كانت عانت كتير جدا بسبب الانفصال ده وكمان بسبب النقل لجروتن، حتى لو كانت دايما بتحاول تتقبل قرار أهلها بإنهم يبنوا حياة جديدة لوحدهم. مامتها ميشيل اتجوزت تاني بعد كده وخلفت بنت تانية اسمها جريسي كارل، واللي صوفيا كونت معاها على طول رابطة قوية. حسب كلام العيلة الاتنين في الحقيقة ما كانوش مجرد اخوات، لكن كمان كانوا أعز صحاب. أصعب سنين في حياة صوفيا جت في فترة الثانوي. البنت في الفترة دي بدأت تعاني من اكتئاب حاد. أهلها وخصوصا ميشيل كانوا قريبين منها جدا وعملوا أحسن حاجة ممكن تتعمل لما تشوف ابنك عنده صعوبات من النوع ده، وهي إنهم أقنعوها إنها تتكلم مع متخصص. ومن اللحظة دي بدأت رحلة مهمة جدا لصوفيا ولعيلتها بشكل عام، واللي أدت لتشخيص اضطراب ثنائي القطب. وبعد تشخيصها صوفيا بدأت العلاج الدوائي الأنسب لوضعها، ومن اللحظة دي قدرت تعمل خطوات كبيرة في حياتها اليومية. للأسف الاضطرابات دي ما كانتش بتروح. لازم الشخص يتعلم يتعايش معاها بالدعم الصح والعلاجات الصح، ودي رحلة فيها طلوع ونزول كتير. من غير المعقول إن الواحد يتوقع تحسن مستمر لبقية حياته. ورغم الصعوبات دي صوفيا قدرت تخلص ثانوي، وبعد الدبلومة دخلت مدرسة للعلاج بالتدليك وبقت معالجة تدليك مرخصة. رغبتها الحقيقية كانت إنها تبقى ممرضة وتمشي على خطى جدتها شارون، اللي كان عندها معاها علاقة قوية جدا طوال عمرها. كانت منتظرة إنها تحوش فلوس كفاية عشان تبدأ الدراسة دي. وعشان تحوش فلوس كفاية للموضوع ده صوفيا بدأت تشتغل كمعالجة تدليك في مركز صحي فاخر موجود في فندق اسمه ماريوت في جروتن. من المقابلات اللي عملتها والدتها ميشيل هو إن صوفيا في الفترة دي ما كانتش هادية وسعيدة قوي بالحياة اللي كانت عايشاها. في جميع الأحوال في مكان شغلها ده اتعرفت على بطل قصتنا التاني وهو سبنسر تشارلز. سبنسر كان أصغر من صوفيا بسنة، اتولد في 21 يونيو سنة 1997 في مدينة بتبعد بحوالي 20 ل 25 دقيقة من المدينة اللي كانت عايشة فيها صوفيا. أهله كانت تشارلي وفاليري ماكفورد، واللي كان عندهم قبل سبنسر 3 أولاد تانيين. كانوا عيلة كبيرة جدا، والأولاد التلاتة كانوا ماكسويل وجاكسون وأوبري. عائلة سبنسر كانوا بيوصفوه بحب كبير، بيقولوا عنه انه كان شخص قلبه من ذهب. كان شاب طويل جدا وده خلى كتير يسموه العملاق اللطيف. اخت اوبري بالذات وصفته بانه شخص طيب جدا، لدرجة انه ساعات كان طيب زيادة عن اللزوم. الجانب ده منه للأسف زي ما بيحصل لناس كتير كان بيخليه ساعات يتعرض للاستغلال من الناس اللي حواليه. مش عشان دي غلطة منه طبعا، ولكن ده اللي بيحصل كتير. رغم كل حاجة سبنسر عمره ما تأثر بالتجارب السلبية اللي مر بيها، وفضل الشخص الجميل الطيب اللي هو عليه. في المدرسة الثانوية اللي دخلها كان معروف بإحساسه القوي بالعدالة، خصوصا لما الموضوع يتعلق بمواضيع حساسة زي التنمر مثلا. كان دايما بيدافع عن الأضعف وعن الناس اللي المتنمرين في المدرسة بيستهدفوهم. كان كمان بيحب الطبيعة والأنشطة في الهواء الطلق بشكل عام. كان بيحب جدا يركب مراكب ويعمل رحلات مشي أو يروح يخيم. وكان بيحب السباحة جدا، وبيتوصف من كل الناس اللي يعرفوه بأنه كان سباح خبير.
كان مشترك مع صوفيا في روح المغامرة الكبيرة اللي عندهم. هو كمان كان بيحب يجرب تجارب جديدة ويعيش حياته على الآخر. عشان كده ده كان بيحصل في بعض الأحيان حسب كلام عيلته إنه كان بيتصرف بتهور شوية. حسب كلام أهله في الماضي كان عنده صعوبات مرتبطة بصحته النفسية. عمرهم ما اتكلموا بالتفصيل عن أي تشخيصات على عكس صوفيا، لكن من كلام أهله نقدر نستنتج إنه زي صوفيا بالظبط كان لازم يواجه اكتئاب. بالتالي غالبا التجارب دي في حياتهم قربتهم من بعض بشكل خاص. لما اتعرفوا على بعض صوفي وسبنسر على طول ارتاحوا لبعض وبسرعة بقوا صحاب مقربين. في بعض المصادر اللي لقيتها الاتنين اتوصفوا بانهم كانوا على علاقة وناويين انهم يتجوزوا، لكن في الحقيقة حسب كلام معظم الناس ما كانوش كده. لاني حسب اللي نعرفه من المصادر وقت الاحداث في 2018 صوفيا كانت بتخرج مع شخص تاني. في ناس بتقول ان ساعات صوفيا وسبنسر كانوا بيرجعوا لبعض تاني بس ما كانش في حاجة رسمية ما بينهم. كل ده بيودينا لشهر مايو سنة 2018 لما الشابين دول قرروا انهم يشاركوا في اخر مغامرة قاتلة مع بعض. صوفيا وسبنسر كانوا متعودين انهم ينظموا مغامرات مع بعض. زي ما قلت لكم قبل كده كان مشترك بينهم الروح المتوحشة والمتمردة احيانا للمغامرة. كان حصل قبل كده في الماضي انهم نظموا مع بعض شوية حركات غريبة. عادة الحركات دي كانت بتبقى رحلة ليلية في مكان ما، احيانا في غابة مهجورة واحيانا جوه بيوت مهجورة في المنطقة. كان في مكان واحد بقى بيسحرهم هما الاتنين، كان بيسحر شباب كتير تانيين في المنطقة وما كانوش زاروه ابدا، وهو منارة جروتون القديمة اللي اتبنت سنة 1909. المنارة دي كانت مهجورة من سنين والمبنى ده كان تاريخي في المنطقة. وعلى مر السنين المبنى بتاع المنارة دي سحر ناس كتير، مش بس بسبب معماره الجميل. زي ما بيحصل مع كتير من المباني القديمة عموما والمهجورة والمنارات القديمة، بتظهر أساطير كتير حوالين المكان. اللي خلى المنارة دي يطلع عليها أساطير أكتر شوية إن أول حارس للمنارة دي اللي كان بيعيش جواها انتحر في العشرينات، رمى نفسه من فوق سطح المنارة دي. طبعا الحدث ده خلى قصص عن أحداث خارقة للطبيعة حصلت جوه المنارة تنتشر وتتورث على مر السنين للأجيال، ودي حاجة شائعة جدا في المباني المهجورة زي ما احنا عارفين. أنا متأكد إن في كل منطقة انتوا عايشين فيها في على الأقل مبنى واحد له قصص شبه دي. انا فاكر ان كان في بيت مهجور برضو في المنطقة بتاعتنا، بيت كان اتبنى وانا صغير لسه وقعد مثلا فترة 20-25 سنة وصحابه سايبينه مش متقفل. البيت بس له بوابة وادوار فوقيه ولكن مش متقفل كبيت سكني. البيت ده كان بيطلع عليه اشاعات واساطير كتير لانه كان متروك بالشكل ده. وانا فاكر ان انا في مرة انا ومجموعة من صحابي من باب المغامرة برضو دخلنا البيت ده. مش فاكر بالظبط وقتها انا كان عمري قد ايه، بس اعتقد ان انا كنت لسه في الابتدائي وقتها. البيت كانت البوابة بتاعته حديد وما كانش متقفل بفايبر او اي حاجة من ورا الحديد ده، فالحديد كان مفتوح، ونظرا لان اجسامنا كانت صغيرة وقتها والحديد كانت الفتحات اللي ما بينه كانت كبيرة فاحنا كنا بنقدر نعدي من جواه. المهم ما دخلنا وطلعنا فوق، البيت كان كبير شوية، اعتقد مساحته ممكن تتخطى ال 800 متر او 900 متر. لما دخلنا جوه البيت ده انا وصحابي وقعدنا نلعب شوية جواه، كنا بنلعب استغماية، معرفش انتوا بتسموها عندكم ايه. كنا وقتها 4 صحاب، ومن ضمن الأوض اللي في البيت ده أنا دخلت أوضة أنا وواحد صاحبي. الأوضة دي بالإضافة للباب اللي احنا دخلنا منه كان ليها شباك كمان، وكنا مختارين الأوضة دي بعناية جوه البيت عشان الشباك ما كانش عالي قوي، فاحنا ممكن لو صاحبنا دخل من الباب نلحق ننط من الشباك قبل ما يمسكنا للناحية التانية من الشقة. المهم لعبنا أول دور وعرفنا نهرب منه، ولما لعبنا تاني دور وجينا ندخل نفس الأوضة دي تاني ما لقيناش الشباك. دخلنا من الباب والأوضة دي ما كانش ليها شباك. وقتها احنا كنا مرعوبين، طلعنا جري من البيت وخرجنا منه واحنا معانا الإشاعة دي شايلينها ان الأوضة كان ليها شباك والشباك ده اختفى بطريقة ما، بطريقة سحرية. الشباك ده بقى عبارة عن جدار أسمنتي تماما، الأوضة ليها باب بس ملهاش شباك. طبعا دي مش حاجة متخيلة ولا حاجة متصورة. لما كبرنا فهمنا ان اكيد احنا دخلنا أوضة بالغلط، أوضة غير الأوضة اللي احنا كنا مستهدفينها أصلا وكنا بندور عليها عشان نستخبى جواها. ولكن نظرا لاننا كنا اطفال وقتها كل اللي جه في دماغنا ان البيت ده مسكون بجد زي ما سمعنا اشاعات قبل ما نطلعه. ومن هنا نقلنا الاشاعة دي وحكيناها لصحابنا التانيين واكدنا لهم ان البيت مسكون بالتجربة. ياه والله المغامرة دي وحشتني، مغامرات الطفولة دي وحشتني. فهتفتكروا احنا دخلنا الأوضة الصح والعفاريت هي اللي قفلت الشباك بتاعها، ولا احنا دخلنا الأوضة الغلط وده التفسير المنطقي؟ أتوقع وأتمنى إن احنا نكون دخلنا الأوضة الغلط. اكتبوا لي في الكومنتات التجارب الغريبة اللي حصلت مع مباني مهجورة في المكان بتاعكم ايا كان البلد اللي انتوا عايشين فيه وتسمعوني منه. وبس خلونا نرجع للحلقة، انا حاسس ان انا طولت عليكم في الرغي شوية، بس يلا بقالنا كتير ما رغيناش مع بعض وسط الحلقات.
في جميع الأحوال الأسطورة دي سحرت الناس لدرجة، غالبا كمان بسبب تصميم المنارة الغريب ده في وسط اللامكان، لدرجة إن برامج تلفزيونية كتير على مر السنين خصصت تقارير عن المكان ده، طبعا من غير ما يقدروا يثبتوا أي حاجة بشكل قاطع أو أي ظواهر خارقة للطبيعة من أي نوع. المنارة بعد كده على مر السنين بقت مكان مهجور، كتير بيزوروا مجموعات من الشباب اللي بيدوروا على تجارب قوية، بل بالعكس لحد النهاردة وفي السنين الأخيرة غالبا كمان بسبب اللي حصل في 2018 اللي هحكيهولكوا دلوقتي، المنارة بتعتبر من سكان جروتون مكان ساحر ومقلق في نفس الوقت. عشان كده صوفيا وسبنسر قرروا انهم ينظموا رحلة استكشافية ليلية للمنارة خلال ليلة السبت 26 ولحد 27 مايو سنة 2018. الاتنين راحوا مع بعض للمرسى الصغير بتاع حرم جامعة كونتيكت اللي موجود تقريبا قدام المنارة دي على الساحل. صوفي وسبنسر وصلوا المكان بعربية صوفي اللي ركنوها جنب المرسى بالظبط. الحرم الجامعي في المينا ده كان بيوفر للطلبة مراكب مختلفة من أنواع مختلفة، لكن ما كانوش بيهتموا قوي بتأمينها، فالمراكب أو القوارب دي ما كانتش مقفولة أو متأمنة بطريقة تخليها مستحيلة الأخذ من أي حد يوصل للمرسى ده. وسبنسر وصوفي كانوا عارفين الموضوع ده كويس جدا زي معظم الشباب في المنطقة. في الحقيقة هم راحوا هناك بالنية دي بالظبط، إنهم يسرقوا مركب بشكل مؤقت قارب للمغامرة بتاعتهم دي، عشان بعد كده على الأقل حسب الخطة يرجعوه هناك قبل ما حد ياخد باله. ومن بين المراكب المتاحة الاتنين اختاروا مركب شراعي صغير موديل سانفيش أبيض فأزرق، هحط لكم صورة ليه عشان تقدروا تتخيلوه. في النقطة دي مش عارفين إذا كان بالغلط أو عن قصد صوفي قررت إنها تسيب موبايلها في العربية. بعد كده غالبا عشان ما يخاطروش بإن حاجاتهم الشخصية تتبل، الاتنين سابوا جزامهم ومحافظهم ومفاتيحهم سواء بتاعة العربية أو البيت على الرصيف عشان ينطلقوا بعد كده بمركبهم المؤقت ده. الاتجاه بتاعهم طبعا كان المنارة المهجورة، وقبل الساعة 2 صباحا بشوية بعض صحاب الشابين شافوا إشعار بيظهر من بروفايل سناب شات بتاع سبنسر. كان فيديو صورته صوفي بالموبايل بتاع صاحبها، هحاول احط لكم الفيديو ده بس لما شفته كان جودة الصوت والصورة وحشة جدا فيه. في الفيديو صوفي بتصور سبنسر، وفي الحقيقة كمان لثواني المنارة اللي بنتكلم عنها، الأنوار اللي بتشوفوها من بعيد دي هي أنوار المنارة المهجورة. وبعد حوالي 10 دقايق الشابين وصلوا لوجهتهم، ونقدر نتأكد من ده لأن الساعة 2 بالظبط سبنسر نشر على سناب شات صورة تانية. الصورة دي بتصور صوفيا وهي واقفة عند قاعدة المنارة قدام يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول. دي أكيد كانت آخر لحظات الروقان للاتنين دول، لأن في الخمس دقايق اللي بعد كده يعني في وقت قصير جدا في حاجة غلط جدا حصلت. بعد 5 دقايق بس من نشر الصورة دي، يعني بين الساعة 2:05 و2:09 صباحا، من تليفون سبنسر التليفون الوحيد اللي كان متاح للشابين في اللحظة دي، بيطلع 7 مكالمات. ال7 مكالمات دول كلهم كانوا رايحين لرقم واحد بس، رقم ميشيل ماكينا والدة صوفيا. ميشيل ما كانتش من ضمن جهات اتصال سبنسر، وهو ما كانش حافظ رقمها، فغالبا اللي كتبت رقمها كانت بنتها نفسها اللي طبعا كانت فاكرة رقم. صوفيا مع ذلك ما سابتش أي رسالة في البريد الصوتي، والسبع مكالمات دول هم السبع مكالمات الوحيدة والأخيرة اللي اتعملت من الموبايل ده. مفيش أي مكالمة ل 911 أو لسلطات المنطقة. ميشيل في الوقت ده كانت طبيعي نايمة لأن الساعة كانت 2 صباحا، ولما صحيت وشافت المكالمات ما ربطتش الرقم ده ببنتها أبدا. افتكرت ببساطة ان في حد حاول يعمل فيها مقلب تليفوني، وما قلقتش كمان على اي حاجة. صحيح صوفيا ما كانتش رجعت البيت حتى الان، بس ده ما قلقش الام لان بنتها كانت قايله لها ان هي هتبات بره الليلة دي. مع مرور الساعات بقى غياب الشابين بدأ يبقى ملحوظ. سبنسر ما حضرش حفلة تخرج أخوه، ودي كانت حاجة خلت عيلته كلها تقلق فورا. هو كان مرتبط جدا بأخوه، وكأنهم كلهم كانوا مقتنعين إن عمره أبدا ما هيفوت تخرجه إلا لو كان حصل حاجة خطيرة ليه. عيلة الشاب ده دورت عليه في كل مكان، وفي الساعات اللي بعد كده في شقته وفي بيتهم وعند صحابه، بس مفيش أي أثر له. في نفس الوقت شخص تاني كان بدأ يقلق على صوفيا هو كمان، هو الشاب اللي كانت بتخرج معاه في الفترة دي، أوستن بارو. الاتنين الصبح كان عندهم خطة انهم يتقابلوا في المول عشان يتسوقوا مع بعض. مش بس صوفيا ما حضرتش الميعاد، لكنها كمان ما كانتش بترد على ولا رسالة منه ولا مكالمة، ودي حاجة طبعا خلته يقلق عليها. الشاب فضل يحاول يكلمها لمدة ساعتين تقريبا، لحد ما أخد قرار إنه يكلم ميشيل عشان يسألها لو صوفيا كانت تعبانة شوية أو قررت تفضل في البيت. الأم أول ما سمعت الكلام ده حست إن الأرض بتتهد من تحتها، وتفكيرها كله راح على طول على السبع مكالمات الفائتة اللي وصلتها بين الساعة 2:05 و2:09. حاولت فورا تتصل بالرقم ده تاني، وفي اللحظة دي السيدة دي كانت مقتنعة إن دي مستشفى،
وإن بنتها الليلة دي عملت حادث وإن دكتور حاول يكلمها. بس الرقم ده مش بس محدش رد عليه، لكن اشتغل البريد الصوتي المسجل بصوت سبنسر نفسه. وفي اللحظة دي أول ما الأم سمعت صوت سبنسر ميشيل عرفته وفهمت إن أكيد حصل حاجة خطيرة. طبعا الأم حاولت على طول تكلم بنتها كمان، بس ما استلمتش أي رد منها. هي وأوستن بدأوا يكلموا كل مستشفى في المنطقة، بس في ولا واحدة منهم كان باين إن في أي أثر لشباب مواصفاتهم زي صوفيا وسبنسر. ما كانتش عارفة تعمل ايه تاني، فميشيل كلمت الشرطة عشان تبلغ عن اختفاء بنتها، وتقريبا في نفس اللحظة أهل سبنسر كمان بلغوا عن اختفائه، واكتشفوا ان الولدين اكيد اختفوا مع بعض. الضباط بسرعة اتبلغوا باخر فيديو واخر صورة منشورة في بروفايل سبنسر، وده خلى ممكن تحديد المنطقة بتاعة البحث على طول تقريبا في الجزء ده من الساحل. في النقطة دي كانوا كلهم مقتنعين ان الشابين دول اتحبسوا على الجزيرة الصغيرة وما قدروش يتواصلوا مع ناس تانية لان تليفوناتهم فصلت شحن او ما كانش فيه شبكة. زي ما كنت بقول لكم قبل كده، المنارة دي كانت زي واجهة أساسية لشباب كتير من المنطقة بيدوروا على مغامرة. فطبعا على قد ما ده كان غلط، ده كانت منطقة مقفولة على الناس، وما كانتش أول مرة الضباط يضطروا إنهم يتعاملوا مع إنقاذ طفل صغير أو شاب مش عارف يرجع تاني من المكان ده. الساعة 6 المغرب في اليوم ده شرطة جروتن نبهت خفر السواحل اللي بدأوا فورا العمليات بتاعة البحث عن الشابين دول على طول الساحل. وعند المنارة دي عمليات البحث بدأت على طول على نطاق واسع جدا، شارك فيها مئات الضباط ورجال المطافي وضباط من خفر السواحل. عامل الوقت في اللحظة دي كان كل حاجة، وطبعا كلهم كان عندهم أمل إنهم يلاقوا الشابين دول لسه عايشين. عمليات البحث كانت بتتم عن طريق البحر والجو بكذا هليكوبتر حلقت فوق المنطقة، وعن طريق البر عند رصيف اسمه إيفري بوينت على الجزيرة الصغيرة اللي عليها الفنارة دي. أول حاجة لقوها كانت حوالي الساعة 6:30 مساء، يعني تقريبا بعد 30 دقيقة قبل بداية عمليات البحث. وده لما الشرطة لقت عربية صوفيا راكنة جنب رصيف الجامعة. قدروا يفتحوا العربية بالقوة وجواها لقوا موبايل البنت. مش بعيد عن العربية على الرصيف اللي سرقوا منه المركب، الضباط لقوا كمان جزم الشابين والمحافظ بتاعتهم ومفاتيحهم. بعد أكتر من ساعة بشوية، حوالي الساعة 47 دقيقة مساء، لقوا دليل تاني أساسي، كان فانيلة سبنسر، نفس اللي كان لابسها في آخر فيديو نزله على سناب شات. الفانيلا دي في الحقيقة هي أقرب لكونها فانيلا حمالات أكتر من كونها فانيلا عادية، لقوها مربوطة في كتلة حديد عند قاعدة الفنار. حسب كلام المحققين، ودي فرضية حطوها من الأول، إن الفانيلا دي كانت بتستخدم، كانت مربوطة بالطريقة دي عشان يحاولوا يربطوا بيها المركب عشان الطيار ما يسحبهوش. واضح إن في الميناء ده بما إنه مقفول ما كانش فيه أرصفة أو مناطق ينفع يتربط فيها مراكب، فبكل الاحتمالات الشابين دول كانوا بيحاولوا يربطوا الطوافة البدائية دي في قاعدة الفنار عشان يمنعوا الطيار إنه ياخدها. لبقية السهرة للأسف مش هيلاقوا أي أثر تاني لسبنسر أو صوفيا. حوالي الساعة 8 قامت عاصفة رعدية عنيفة أجبرت الضباط إنهم يوقفوا عمليات البحث ويأجلوها لليوم اللي بعده، اللي هو يوم 28 مايو. برغم توقف عمليات البحث بسبب العاصفة دي، أصحاب وقرايب الشابين فضلوا يعملوا كل اللي يقدروا عليه عن طريق نشر خبر اختفائهم على السوشيال ميديا وتوزيع ملصقات في كل حتة عليها بياناتهم. بس للأسف برغم المجهودات اللي نتائجها كانت قليلة، بعد الظهر يوم الاثنين الساعة 4:30 المركب الصغير اللي الشابين كانوا بيستخدموه لو قريب من شاطئ اسمه ترومانس. الشاطئ ده على بعد حوالي 21 كيلو متر من الفنار على الشط الشمالي للونج آيلاند. حاجة غريبة في النقطة دي من الاكتشاف هي إن المركب ما كانش باين عليه إنه في أي تلف بأي شكل. كان ممكن يكون اتقلب طبعا، بس ما كانش مخروم مثلا بشكل يخليه يغرق، ما كانش يدخل فيه مية، كان لسه قادر تماما إنه يطفو بكل المقاييس. بالنسبة للشابين فلسه ما كانش فيه أي أثر ليهم. حقيقة غريبة تانية محدش كان قادر يفسرها هي ليه صوفيا قررت تحاول تتصل بوالدتها 7 مرات بدل ما تستخدم واحدة من المكالمات دي عشان تتصل بالسلطات. المكالمات وصلت بين الساعة 2:05 و2:09 صباحا زي ما قلت لكم قبل كده، يعني 4 دقايق. 4 دقايق كانوا كافيين عشان تتكلم مع الشرطة وتطلب مساعدتهم. ده غير ان خفر السواحل الموجودين على الشاطئ كانوا ممكن يوصلوا لهم في خلال دقايق قليلة. التفصيلة دي واحدة من التفاصيل اللي خلت نظريات كتير جدا تظهر عن الأسباب المحتملة بعد كده، بس حسب كلام الشرطة السبب الأرجح رغم انه غريب برضه هو انهم كانوا خايفين يقعوا في مشاكل مع القانون. طبعا في الليلة دي هم مش بس سرقوا مركب الجامعة، لكن كمان راحوا مكان خاص عند الفنار، وده في حد ذاته كان شيء محتمل. بس أنا متأكد إن معظمنا هيفضل بكل سرور إنه يتقبض عليه بتهمة سرقة صغيرة بس يفضل عايش ويتم إنقاذه لو كان في خطر.
لو صوفيا كانت أدركت إنها في خطر وبالتالي قررت تتصل بوالدتها، ليه ما اتصلتش بالشرطة حتى لو ده هيترتب عليه عواقب قانونية؟ تفصيلة ممكن تكون مرتبطة بالموضوع هي إن قبلها بكام أسبوع بس سبنسر اتقبض عليه عشان كانوا شافوه بيسوق بعد ما شرب ماريجوانا. في الوقت ده صوفيا كانت معاه في العربية، وحسب ما عرفنا من التقارير هي اتصرفت بطريقة عدائية مع الضباط، غالبا عشان ما كانتش عايزة تعمل التحليل هي كمان، وعشان كده تم احتجازها وودوها القسم. فممكن ما كانوش عايزين يخاطروا بمشاكل تانية مع القانون، وممكن ما كانوش أدركوا فعلا حجم الخطر اللي كانوا فيه في اللحظة دي. أو ممكن كمان، وده شيء محتمل برضه، إن صوفيا في اللحظة دي كانت في حالة هلع وببساطة ما فكرتش بوضوح، حاولت تتصل بوالدتها بشكل متكرر بدلا من الشرطة. واضح إن ده كمان كان اختيار محتمل. في الوقت ده الضباط كانوا بيحاولوا يعيدوا بناء آخر تحركات الشابين اليوم اللي قبله، يوم 26 مايو. في اليوم ده صوفيا كان عندها يوم أجازة فما اشتغلتش. سبنسر على العكس منها كان بيشيل شيفت لزميل ليه لغاية الساعة 7 مساء. سبنسر في الفترة دي في الحقيقة كان بيشتغل صياد في شركة في المنطقة. من اللي قدروا يبنوه، بعد الساعة 7 الشابين اتقابلوا وقضوا بقية السهرة مع بعض بيشربوا ماريجوانا، وده حاجة حسب ما قريت بالنسبة لهم هما الاتنين ما كانتش حاجة جديدة. واحد من الأسباب اللي خلت أهاليهم ما يوافقوش إنهم يخرجوا مع بعض كان هو ده بالذات، الماريجوانا، لأن الاتنين لما كانوا بيخرجوا مع بعض كانوا لازم يشربوا، وده كان حاجة ما كانتش عاجبة أهل صوفيا ولا أهل سبنسر. في كل الأحوال محدش من صحابهم وزمايلهم اللي شافوهم أو كلموهم في اليوم ده لاحظ أي حاجة غريبة في تصرفاتهم. في الأيام اللي بعد كده للأسف عمليات البحث ما وصلتش لأي اكتشافات جديدة، حتى لو كان خفر السواحل مستمرين في البحث على أي أثر ليهم في المية. كانوا متابعين الاتجاهات المختلفة للطيارات في الليلة دي، وللأسف مع مرور الأيام أمال إنهم يلاقوهم لسه عايشين كانت بتقل يوم بعد يوم، ومع بداية شهر يونيو أمال حتى إنهم يلاقوهم جثث كانت بتضعف أكتر. بس كل ده كان لغاية يوم 8 يونيو لما صياد في المنطقة بيتخبط في حاجة هتغير مسار التحقيقات تماما. صياد في الساعات الأولى من الصبح كان بيبحر حوالين جزيرة فيشر، جزيرة الصيادين، جزيرة بتبعد بحوالي 7 كيلو متر جنب الفنار. وفي لحظة معينة بيلاحظ حاجة عايمة في المية، بس عشان كان بدري قوي ما كانش فيه نور كفاية عشان يفهم بالظبط ايه ده. بيحاول في النقطة دي يقرب على قد ما يقدر عشان ينور أكتر بالكشافات اللي على المركب، وفي اللحظة دي بيشوفها. الحاجة اللي كانت عايمة في المية جنب مركبه كانت جثة شاب. الصياد بيطلعها فورا بالشباك وبيكلم خفر السواحل. للأسف زي ما هتكونوا بتتخيلوا دلوقتي الجثة دي كانت جثة سبنسر. سبب الوفاة غرق عن طريق الخطأ. على جسمه في الحقيقة مفيش أي علامات ممكن تخلي حد يفكر إن في خناقة أو صراع أو أي إصابات سببها أشخاص تانيين. جثة سبنسر بالنسبة للمركب لقوها في الاتجاه المعاكس، هو كان في جنوب شرق الفنار بينما المركب كان في جنوب الغرب. مخاوف الكل في النقطة دي كانت لسه متحققة، سبنسر مات. أما بالنسبة لصوفيا فمفيش أي أثر ليها. لغز إيه اللي حصل بالظبط في الليلة دي كان لسه موجود وعايش. كاميرات المراقبة اللي متركبة على أسوار الفنار ما كانتش شغالة في الليلة دي، فما صورتش أي حاجة خالص. وعلى عكس اللي اتقال أونلاين في كتير من المواقع، مش إنها ما اشتغلتش بالصدفة في الليلة دي بس أو في اللحظات دي، الكاميرا دي كان بقالها سنين مش شغالة والكل كان عارف ده كان السبب الرئيسي إن لسه وقتها شباب كتير بيروحوا المكان ده مع صحابهم. في يوليو 2018 قرايب صوفيا عملوا صفحة على فيسبوك مخصصة للبحث عن البنت، هدفهم إنهم يخلوا القضية مفتوحة لغاية ما يلاقوها. طبعا دلوقتي كانوا عارفين إن مفيش أمل كبير يلاقوها عايشة للأسف، بس كانوا على الأقل عايزين يرجعوا جثتها للبيت عشان يعملوا لها جنازة ويودعوها بشكل لائق. بعد كام أسبوع من فتح الصفحة دي، والدة صوفيا ميشيل جالها رسالة غريبة من واحد من حسابات بنتها على السوشيال ميديا، حسابات طبعا من وقت اختفائها كانت دايما غير نشطة. في الرسالة دي كان في طلب فلوس. طبعا كان واضح إن حد قدر يخترق حسابها عشان يحاول يبتز أهل صوفيا وياخد منهم فلوس، وده كان شيء فظيع ومقرف. بس للأسف كلنا عارفين كويس إن الدنيا مليانة ناس قاسية بتحاول تستغل ضعف وصعوبات الآخرين عشان تاخد منهم أي حاجة. ميشيل بالأخص والدة صوفيا عمرها ما استريحت للي حصل وللسبع مكالمات الأخيرة من بنتها اللي مردتش عليهم. المكالمات دي كانت بتعذبها من وقتها. الست دي غالبا من وقتها بتسأل نفسها كل لحظة في شك ايه اللي كان ممكن يكون مختلف لو كنت رديت على أي مكالمة من المكالمات. عمرها ما استسلمت وفضلت مع عائلتها تدور على إجابات وتدور على بنتها. بحث أم يائسة على إجابات، ومن هنا ابتدى الموضوع، ومعاه كمان بحث ناس كتير كانوا متابعين قصة صوفيا على الإنترنت، اللي استمروا بعد كده في الشهور والأسابيع اللي بعدها يتابعوا القضية.
وبعد أكتر من سنة من المأساة اللي حصل بدأ لناس كتير إنه واضح بشكل محزن. غرق عن طريق الخطأ، حادث مأساوي. بس غياب الجثة وشوية تفاصيل معينة زي إن المركب ما كانتش متضررة و7 مكالمات اللي اتعملت للأم مش للشرطة، وكمان عدم وجود تصريح رسمي من السلطات سبب مفتوح للشك. في مايو 2019 بعد حوالي سنة من المأساة دي، متحدثة باسم شرطة الولاية صرحت للجريدة المحلية إن التحقيق في اختفاء صوفيا، وأنا هنقل كلامها بالنص، لسه ناشط جدا وجاري. وده شيء طبعا ما عملش حاجة غير إنه زود أنشطة ناس كتير على الإنترنت. ده كان كفاية عشان يولع الفتيل. مع مصير صوفيا الدقيق المجهول، التعليقات على الإنترنت والبودكاستات والفيديوهات على المنصات المختلفة ابتدت تحقق نجاح ملحوظ. القضية تم اعتبارها لغز مش محلول، وللأسف زي ما بيحصل كتير لما القضايا بتاخد شوية اهتمام إعلامي، الناس بتختار عن عمد إنها تتجاهل جوانب معينة أساسية من القضية عشان يكونوا رأي عن اللي حصل فعلا. التجاهل اللي شفته أكتر حاجة بين المصادر المختلفة اللي بصيت عليها بيخص تشريح جثة سبنسر. زي ما قلت لكم قبل كده، سبب الوفاة سجل كغرق عن طريق الخطأ. وفاته اتصنفت رسميا من الطبيب الشرعي اللي عمل التشريح كغرق. أنا ذكرت ده قبل كده، بس جسمه ما كانش عليه أي علامات أو إصابات ممكن توحي بوجود أي عنف جنائي. وزي ما شفنا قبل كده في الماضي، لما حد بيتم إجباره إن هو يفضل تحت المية لغاية ما يغرق، إلا لو كان الشخص مغمى عليه أو فاقد الوعي لأسباب تانية، بيلاقوا علامات تانية على الجسم، خرابيش، كدمات، ضوافر مكسورة في محاولة للتشبث بحاجة. في حالة سبنسر كل ده ما كانش موجود. وبالرغم من كل ده، ناس كتير على الانترنت اقتنعوا بالعكس، كانوا مركزين في الحقيقة بس على أكتر النقط اللي مش مفهومة في اللي حصل. أولا، حقيقة إن المركب وجثة سبنسر لقوهم في اتجاهات معاكسة، كأن طيارين مختلفين خدوهم اتجاهين مختلفين. ثانيا، زي ما اتقال قبل كده، مفيش أي محاولة للاتصال ب 911، بس الاتصال بوالدة صوفيا. الاتصال بيها 7 مرات في 4 دقايق. حسب كلام الشرطة، الشابين ما حاولوش يكلموا الإسعاف لأنهم كانوا خايفين من العواقب القانونية. حسب كلام الناس، اللي حصل ده حصل لأن صوفيا كانت لازم تكون عارفة المعتدي. دلوقتي هنتكلم عن الفرضية الرئيسية. كان في فرضيات كتير عن القضية دي. النقطة التالتة اللي بتظهر كتير في النظريات المختلفة على النت إن سبنسر كان سباح ماهر، وده حقيقي. بالتالي كان ممكن يكون أقل عرضة للغرق مقارنة بأي شخص تاني. آخر نقطة بتتعلق بيها بعض النظريات دي هي إن جثة صوفيا عمرها ما اتلقت، والنقطة الأخيرة دي بالأخص غزت تخمينات جامحة. حسب بعض مستخدمين الإنترنت، صوفيا اتخطفت عشان تتنقل في مكان تاني، أو كمان ممكن تكون محبوسة عند حد. وفي وقت قصير جدا، في خلال سنة تقريبا من الأحداث، هاشتاج صوفيا ماكينة بقى ترند على تيك توك وجاب أكتر من 16 مليون مشاهدة. 16 مليون مشاهدة متركزة تقريبا بشكل حصري في فيديوهات مؤامرات أو نظريات مبنية على ولا حاجة. الكل سواء صناع المحتوى أو غيرهم بدأوا يعملوا نظريات مؤامرة، منها واحدة بالأخص مش بس للأسف كان لها متابعين كتير، لكن كمان ضرت بصورة وسمعة أوستن بارو، الشاب اللي صوفيا كانت مرتبطة بيه وقتها في 2018. على ما يبدو في الحقيقة العلاقة بين الاتنين ما كانتش صحية خالص، ودي حقيقة مش جزء من نظرية المؤامرة. من اللي نعرفه الاتنين كان عندهم مشاكل كتير في التعامل. كانوا بيتخانقوا مع بعض كتير جدا، لدرجة ان صوفيا في مناسبة منهم كلمت الشرطة اللي بعد كده قبضت على أوستن بتهم التهديد وإزعاج السلم العام. على ما يبدو خلال الخناقة دي هي قفلت على نفسها في البيت، وهو هددها وقال لها قدام الكل بما فيهم الجيران انه هيقتلها لو ما دخلتوش البيت. بعد ده صوفيا طلبت كمان أمر بعدم التعرض تجاهه، وبلغت عن عنف حصل قبل كده. بس بعد كام يوم سحبت الاتهامات ضده، والاتنين رجعوا يخرجوا مع بعض تاني. بس على قد ما الاتهامات دي بالتحديد أكيد حصلت فعلا، وأكيد الشاب ده كان عنده تصرفات غلط جدا ومقلقة اللي أكيد كان المفروض يدفع تمنها في مكانها المناسب، مهم نأكد إن لغاية دلوقتي مفيش أي دليل أو إشارة إن أوستن كان متورط في اختفاء صوفيا أو في موت سبنسر. بس بالنسبة للجمهور التفاصيل دي ما كانتش مهمة. ال7 مكالمات اللي ما تردش عليهم حسب كلام الناس معناها إن صوفيا ما كانتش ممكن تكون غرقت، عشان ما كانتش هتقدر تطلب رقم والدتها من المية. لازم تكون كانت مرعوبة من حاجة تانية حسب رأيهم. المشكلة التزمت بالنظريات اللي زي دي اللي ملهاش أي أدلة بيضر عائلات تانية وبيخليها تعاني. مثلا ميشيل والدة صوفيا نفسها واجهت انتقادات شرسة من الناس على الانترنت عشان صرحت على السوشيال ميديا إن أوستن ملوش أي علاقة باختفاء بنتها.
وضحت إن هو راح فورا للشرطة عشان يعرض المساعدة ويوريهم التليفون بتاعه طواعية، وما كانش عنده حاجة يخبيها. وبعد التصريحات دي من والدة صوفيا بعض الناس هاجموها بشدة، بالإضافة لأوستن اللي تعرض لهجوم شرس حقيقي على السوشيال ميديا. عيلة سبنسر على أمل إنهاء كل ده والنظريات دي استأجروا هما كمان محقق خاص اللي ملقاش أي دليل على إن الموضوع كان أكتر من مجرد حادث مأساوي. الموضوع ده سمح لهم إنهم يتعاملوا مع الحزن ويقبلوا اللي حصل كحادث عملي. تجنبوا السوشيال ميديا والبودكاستات والمقابلات والبرامج التلفزيونية، واختاروا يحموا حزنهم من اللي تحول بسرعة لسيرك إعلامي. بس للأسف على عكسهم عيلة صوفيا من غير جثة يدفنوها فضلوا في بحث يائس عن إجابات. ميشيل بالأخص قابلت كذا مقابلة إعلامية على أمل إنها تخلي الاهتمام عالي باختفائها، وفي إبريل 2022 بحثها خلاها تقابل رجل اسمه لويس بيري. لويس بيري كان رئيس شرطة متقاعد وكمان محقق خاص، وفي إبريل 2022 الرجل ده عرض عليها إنه يفحص قضية صوفيا بنفسه. عرض عليها إنه يعمل كده بشكل مجاني تماما عشان يساعد ميشيل وعيلتها إنهم يلاقوا أي شكل من أشكال السلام أو الحل. المحقق الخاص بيري بدأ شغله فورا، فحص كل تقارير خفر السواحل والشرطة واتكلم مع المحقق المسؤول عن التحقيقات ومع رئيس الشرطة المحلي. استغل علاقاته في الشرطة وحاول إن هو يفهم إيه اللي ممكن يكون حصل، وعشان يحاول يلاقي أسس جديدة ومصادر جديدة وحقائق جديدة ممكن تأكد أو تفند نظرية عن التانية. استشار أفراد من خفر السواحل وكمان محقق سابق من شرطة نيويورك كان شغال على القضية. منهجه كان منظم ومبني على الحقائق، والرجل ده ما اقتصرش على العمل ده بس، لأنه لو كان اقتصر على العمل ده بس ما كانش هيرد على عشرات وعشرات الأسئلة اللي على السوشيال ميديا اللي كانت بتغذي الفرضيات ونظريات المؤامرة. في الحقيقة هو ركز كمان على تقييم كل النظريات اللي ظهرت أونلاين، كان بيحاول بالتدريج يأكد أو يدحض كل واحدة منهم. خد كل النظريات دي كأنها حقيقية وبدأ يقيمها واحدة بواحدة، بيدور على تأكيد أو حاجة تثبت إن النظرية دي مش منطقية. أول نظرية ركز عليها المحقق الخاص هي بالظبط اللي بتشوف أوستن بارو هو المذنب. المحقق بيري حلل كل تاريخ العنف المنزلي بين الاتنين، وأكد على حاجات كتير جدا ما كانتش راكبة في النظرية المحتملة دي. أولا، أوستن كان المفروض يوصل للفنار يقتل سبنسر وبعدين صوفيا أو يخطف صوفيا. مكان وجود أوستن تم التحقق منه من الشرطة. بالإضافة لكده لو كان قتل سبنسر فعلا زي ما كنا بنقول قبل كده الاتنين كانوا هيتخانقوا، وبالتالي سبنسر كان هيبقى عليه أي علامات مقاومة. النظرية التانية اللي قيمها بيري هي نظرية خطف البنت من تجار أو من مفترس وحيد. في السيناريو أو النظرية دي اللي كتير من الناس شايفينها هي الصح، سبنسر هيكون فعلا غرق عن طريق الخطأ، فمن ناحية هيأكد غرق سبنسر العرضي، بس صوفيا اللي فضلت لوحدها عند الفنار كانت هتحاول. وهي بتصرخ وتدور على مساعدة حد سمعها عمل نفسه بيساعدها وبدلا من كده خطفها. دي كانت النظرية. بيري كتب تقريره بخصوص النظرية دي وقال عشان نصدق النظريات دي لازم نفترض إن حد عنده نوايا سيئة كان في البحر بمركب حوالي الساعة 2 صباحا قريب من الفنار. واضح إن الفنار ده كان في وسط العدم، في وسط المحيط. مش معقول يعني كان ممكن يكون في ناس ماشية سمعت كل حاجة وقرروا يعملوا حاجة مؤذية لصوفيا. بس الفكرة إن مفيش أي مركب مسجل موجود في المنطقة دي في الوقت ده. مفيش أي مركب مسجل عدى قريب من الفنار في الليلة دي. والنظرية دي بتستمر بالمناسبة في إنها متفسرش سبب إن صوفيا ما كلمتش الشرطة لو كانت شافت غرق سبنسر. أخيرا آخر نظرية طرحها مستخدمي الإنترنت هي خناقة عنيفة بين سبنسر وصوفيا. المحقق بيري بيأكد على حقيقة إن ما كانش في أي تاريخ عنف أو خلاف بين الصديقين. ما كانش في ناس شهدت بأي عنف محتمل من أي واحد منهم تجاه التاني. بالعكس، في آخر صورة اتصورت قبل الكارثة بلحظات صوفيا كان باينة إن هي سعيدة. بالإضافة لكده في آخر فيديو الاتنين كانوا بيهزروا مع بعض وباين إنهم مبسوطين. ما كانش في أي أثر لخناقة أو توتر ما بينهم. حاجة تانية مثيرة جدا للاهتمام عملها المحقق هي تحليل دقيق لكل دليل تم تقديمه لدعم بعض النظريات دي مع رأيه. مثلا رقم 1، المركب والجثة لقوهم في اتجاهات معاكسة، فبالتالي حسب النظرية دي في حاجة مش مظبوطة هنا. ازاي ممكن المركب ينتهي في ناحية والجثة في ناحية تانية؟ بيري اللي اتعامل مع حالات غرق كتير خلال مسيرته المهنية شرح ان بالنظر للمد والجزر القوي والتيارات في لونج ايلاند مفيش اي حاجة مريبة ابدا في اللي حصل. المد والجزر بيتغير باستمرار في المنطقة دي، وفي 11 يوم كان في وقت كافي جدا ان الجثة والمركب يتسحبوا في اتجاهات مختلفة.
بالإضافة لكده في الليلة دي حسب بيانات نوا اللي هي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، المد بدأ يرجع لورا بالظبط الساعة 2 صباحا، نفس الوقت اللي آخر صورة لصوفيا نزلت فيه على سناب شات. الدليل رقم 2، حسب النظريات صوفيا ما كلمتش 911، فبالتالي ما كانتش في خطر غرق، لكن كانت حاسة بالتهديد من حاجة أو من حد. بيري زي الشرطة ما بتفترض بيعتقد إن صوفيا ممكن تكون كانت مترددة تكلم الشرطة عشان أخدوا المركب من غير إذن وكانوا بيرتكبوا مخالفة. حسب كلامه وحسب كلام الشرطة كمان ممكن تكون ما أدركتش خطورة الموقف وكانت بتتمنى إن والدتها تقدر تساعدها من غير ما تدخل السلطات. وممكن لما أدركت الخطر الحقيقي يا إما بطارية التليفون انتهت أو الأرجح إنها وقعت في المية هي أو التليفون قبل ما تقدر تتصل بالطوارئ. بعد ما المحقق الخاص خلص كل الشغل الضخم ده قرر إنه يعمل إعادة بناء للي ممكن يكون حصل فعلا في الليلة دي. بيري شايف إن الساعة 2 صباحا في الوقت اللي صوفيا بتتصور فيه الصورة اللي اتنشرت بعد كده على سناب شات المد بدأ يرجع لورا. فانيلة سبنسر اللي استخدموها كمرسى مؤقت ما استحملتش، المركب فك وبدأ ينجرف. سبنسر اللي الكل وصفه بأنه سباح ماهر قرر إنه ينط في المية ويجيبه، حاول يوصل للمركب عوم بس كان تعبان بعد ما جدف لحوالي 2 كيلو متر عشان يوصل للفنار. بالإضافة لكده في الليلة دي هو وصوفيا كانوا شاربين ماريجوانا، ودي حقيقة مؤكدة تم تأكيدها كمان من التشريح اللي اتعمل على سبنسر. فمن المعقول نفكر إن قدرته كسباح كانت متأثرة في اللحظة دي، سواء بسبب التعب من التجديف ل2 كيلو متر أو بسبب تعاطي الماريجوانا. بالإضافة لكده درجة الحرارة وقتها كانت 8 درجات مئوية خلال ساعات الليل، فبالتالي المية كانت باردة جدا. في درجة الحرارة دي المية ممكن تسبب صدمة برد وانخفاض في درجة حرارة الجسم بسرعة كبيرة حتى لسباح قوي وخبير، وتأثر على قوته العضلية وخصوصا كمان على قدرته على التفكير بوضوح في دقايق. وحسب إعادة البناء دي فسبنسر غرق وهو بيحاول يوصل للمركب دي ويرجع بيها للفنار. صوفيا كده فضلت لوحدها في الضلمة ومعاها لسه موبايل سبنسر اللي كان سابهولها قبل ما ينط في المية. البنت مفهوم إنها كانت في حالة هلع وقتها، وطبعا محدش يقدر يلومها في النقطة دي. الساعة 2:04 صباحا عملت أول حاجة جت في بالها عشان تطلب المساعدة، كلمت والدتها. وهنا بيري بيميل لفرضية الشرطة في حقيقة إنها كانت خايفة تكلم السلطات عشان ما تقعش في مشاكل تاني، أو كمان إنها في اللحظة دي من التوتر ما فكرتش ببساطة بعقلانية، فكرت في أكتر حد بيحبها في الحياة، مامتها، وكلمتها. فصوفيا كلمت والدتها 7 مرات وللأسف من غير ما تاخد أي رد. وفي اللحظات المتوترة دي وهي على الحافة من الفنار رجليها اتزحلقت ووقعت في المية هي كمان من غير ما تقدر تطلع تاني. بيري افترض هنا افتراضين، الأول اللي احنا قلناه إن هي وقعت غصب عنها، والتاني إن التليفون ساب من إيديها ووقع في المية ولما نزلت وحاولت تجيبه غرقت في المية. وبرضه كان في فرضية تالتة لنزولها المية، وهي إن سبنسر وهو بيحاول يرجع للفنار تاني يمكن حاولت تساعده إن هو يطلع وقعت في المية هي كمان معاه. بيري نفسه كتب في التقرير إن الظروف الدقيقة المحتملة لا نهائية، ومع ذلك كلها بتؤدي لنفس النتيجة، إنه كان حادث مأساوي. حقيقة إن جثة صوفيا عمرها ما اتلاقت بالنسبة لبيري مش حاجة غريبة بالنظر لضحالة المكان وتأثير المد والجزر والتيارات والرياح. من المحتمل إن جثتها اتسحبت بعيد في البحر. تقرير المحقق بيري يوفر لحسن الحظ لميشيل وعيلتها الإجابات والوضوح اللي كانوا محتاجينهم بشدة، حتى لو عمرها ما هتقدر تتجاوز فقدان بنتها وحقيقة إنها مردتش على واحدة من ال7 مكالمات دول. دلوقتي هي متقبلة إن صوفيا كانت ضحية غرق مأساوي. ولاية كونتيكت أصدرت شهادة وفاة للبنت في مايو 2025 بعد 7 سنين من اختفائها الرسمي، ولغاية يومنا ده جثة أو رفاة صوفيا لسه ما تلاقتش. من مايو 2018 في المنطقة دي تم انتشال ضحايا تانيين، جثث تانية بس ما كانتش صوفيا من ضمنهم. وبس كده حلقتنا الغامضة الغريبة دي خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، تقولوا لي شاكين في ايه في الكومنتات وميالين لأنهي نظرية من اللي قلناهم. شايفين ان الموضوع فعلا حادث مأساوي ولا ممكن يكون له حاجة تانية لسه ما لقوهاش؟ هستنى اعرف رأيكم في الكومنتات واشوفكم قريبا في فيديو جديد.